اما القضيه ديال الاقاله خص الاخوان يفهموا باللي بالنسبه ليا هذا الشيء عادي. نهار اللي قالوا لي الاخوان اختاروني باش نكون امين عام، كان في القانون ديك الساعات عملناها من بعد، ماشي ديك الساعات الامكانيه ديال الاقاله ديال الامين العام. واحد جمع الثلث ديال الاعضاء ديال المجلس الوطني اتفقوا معاه، اي واحد في المجلس الوطني عنده الحق يدير الاقاله. طبعا عندها نتائج اعلاميه، يكفي واحد يصيفط الطلب، ها انت خرجتي في الصباح والمساء والليل والضحى والدجى والى اخره. ولكن المهم ماشي هو هذا. انا عندي زيد نقص، لانه انا ما هذا الشيء ما وردتوش على با، انا هذا الشيء الاخوان هما اللي كلفوني به. الا عاود ظهر لهم الاخوان باش يقولوا لي الله يصبحك على خير استاذ الاله وعليهم السلام، فين كاين المشكل؟ واخا ضحكت مع واحد الاخ قلت ليه هذه حتى هي رجله، ماشي بس ما كان الناس حيدوا، واحد حيد بن علي والاخر حيد مبارك، انتم حيدوا بالاله بالكيران. على كل حال هذا الشيء غير باش الاخوان يعرفوا باللي اللقاء المقبل ديال المجلس الوطني ماشي هو اللي غادي يحسم في الموضوع. اللقاء المقبل ديال المجلس الوطني غيتذكر على حساب الجدول الاعمال اللي وضعين الاخوان الاوضاع السياسيه. وبصراحه هذاك الموضوع كانت له راهنيه قبل ما يجي الخطاب ديال جلاله الملك. يعني ملي جا الخطاب ديال جلاله الملك بصراحه يعني تغيرات الظروف، سمحوا لي هذا خطاب بالنسبه الي، بالنسبه للاخوان في الامانه العامه، يعني خطاب كبير جدا.